بحاول كل يوم اعمل حاجه جديده بدل ما بس قاعده بسكرول على التليفون. فاهلا بيكم في بارت 2 من Creative Instead of Scrolling. والنهارده قررت ان اغير شكل المكتب بتاعي لانه ساده كده وكئيب ومفيهوش اي حاجه جديده. فيلا بينا نعمله مع بعض. اول حاجه طبعا دخلت على بنترست وبدات ان انا اختار البوسترز اللي انا عايزاها، وحاولت على قد ما اقدر الالوان تكون نفس الالوان بتاعه السرير عشان اخلي الاوضه كلها زي بعض. طبعا انا عملت حجمين، الحجم اللي هو الصغير خالص ده والحجم الكبير عشان يكون كده شكلهم مختلف عن بعض. بدات ان انا اقصهم بقى واختار الحاجات اللي انا احطها. البوستر ده يا جماعه بجد حاساه بيمثلني قوي في فتره الامتحانات، فكنت حابه قوي ان انا احطه. وده برده شكله كان عاجبني قوي بجد، حسيته لذيذ، بس حبيت ان انا اقصه عشان يدي كده شكل مختلف شويه على المكتب. قصيته بقى وحطيته وبدات ان انا احط باقي البوسترز. طبعا يا جماعه هما ما كفوش الحيطه، فطبعا انا بحب املي الحيطه بحاجات عندي. يعني الفرشه دي كانت عندي قبل كده حطيتها، وطبعت برده الورقه دي. لو انتوا بجد متابعيني من زمان، طول عمري بحب احط الفراشات دي في اي حاجه، فبدات ان انا الونها واقصها واحطها على المكتب. وفعلا يا جماعه بتدي منظر حلو قوي قوي للمكتب. وبرده كان عندي الستيكرز دي بدات ان انا احطهم، وبجد كان شكلهم كيوتي خالص. بعد كده بقى انا كان عندي النوتس دي بدات ان انا اكتب فيها ادعيه، وفعلا يا جماعه انا بحب احطهم قوي على المكتب عشان الواحد لما يجي يدخل يذاكر كده يبدا ان هو يقرا الادعيه دي. كان عندي بقى الشجر ده بدات ان انا اعلقه على المكتب، وكان في حته كده حاساها قصيره فبدات ان انا ازود لها حته عشان تبقى واقعه على المكتب كده بشكل لذيذ. الالوان بتاعتي بقى دي كانت في شنطه، بس حبيت ان انا احطها على المكتب بالشكل ده. طبعا انا عوجتها كده، شكلها كان لذيذ قوي وانا كان نفسي اعملها كده، بس وقعت مني فحطيتها زي ما هي عادي. وبدات بقى ان انا احط حاجتي اللي انا بحبها عليه. وده كده هيكون شكل المكتب في الاخر. بجد يا جماعه شكله لذيذ قوي، ما كنتش متوقعه هيطلع بالحلاوه دي، والحمد لله طلع نفس شكل السرير اللي انا كنت عايزاه. وعايزه اقول لكم ان فعلا حاجات بسيطه بتغير الشكل جدا. اكتبوا لي بقى في الكومنتس ايه رايكم فيه، وان شاء الله هشوفكم في فيديو جديد بفكره جديده. باي باي.